بدون فرن وبدون رح وبدون مطرحة هعمل لك العيش البلدي. تعالي هعمل لك فرن في البيت من غير فرن، حاجة كده بصراحة اختراع، فكرة عبقرية. هحول لك الحلة بتاعتك لفرن، ولا هتحتاجي فرن ولا هتحتاجي شواية. انت بس تابعي معايا الفيديو، هقولك على العجينة المظبوطة برضو اللي هتعمليها في العيش البلدي. حاجة زي ما قلتلك كده اختراع وسهلة وبسيطة. ما عندكيش حجة، خلاص انا جبتلك الفرن لغاية عندك. انا هدى ودي قناتي. لو اول مرة بتتابعيني يا ريت نعمل لايك ونعمل اشتراك في القناة. هنسمي الله ونصلي على الرسول وهندخل على قصتنا النهاردة يا زهرة الكون. قصتنا النهاردة العيش البلدي من غير فرن نهائي ومن غير رح ومن غير مطرحة. بس كده تمام. اول حاجة معايا المكونات. اول حاجة معايا كوباية مية تكون دافية، حطيت معلقتين سكر صغيرين ومعلقة خميرة فورية زي ما انتوا شايفين. بسيبهم لمدة 10 دقايق عشان الخميرة تتفاعل معايا. هنا معايا 3 كوبايات من الدقيق الغلة اللي هي الحبة الكاملة، وكوباية واحدة من دقيق متعدد الاستخدامات. ما عندكيش الحبة الكاملة ممكن تستخدمي دقيق بلدي، ما عندكيش استخدمي الدقيق العادي اللي احنا بنجيبه من السوبر ماركت او من العطار اللي هو متعدد الاستخدامات. هنا انا حطيت اخد معايا كوبايتين من المية بالظبط، طبعا على حسب نوع الدقيق، بس هوريكي ملمس العجينة ازاي انت تكوني عاملاها عشان تعملي احلى عيش بلدي يبقى معاكي طري، ما يبقاش معاكي ناشف لو قعد يوم او 2. بس كده انا بعجن زي ما انتوا شايفين. الدقيق الحبة الكاملة دايما بياخد معانا مية زيادة غير دقيق متعدد الاستخدامات خالص يا زهرة الكون. يعني اعملي حسابك على كده. لكن لو دقيق متعدد الاستخدامات هياخد معاكي كوباية ونص، معلقتين اقل على حسب طبعا برضو نوعية الدقيق. هنا انا بوريك القوام اللي انا عايزاه. شايفة العجينة طرية معايا ازاي؟ انت قلتي من غير رح ومن غير مطرحة، من غير رح ومن غير مطرحة هو هيبقى معاكي زي الفل. شايفه انا عايزه العجينه بالشكل ده تكون طريه وبتلزق يا دوب في ايدك تلزيقه بسيطه، يعني مش ملزقه خالص، لا تلزيقه بسيطه بس. وتسيبيها كده وحطي لها حته زيت على وشها وغطيها وسيبيها تخمر. عايزه هنا العجين بتاعي لازم يخمر. هنا العيش البلدي بيحب الخمر، كل ما تخمريه بينفر معاكي او بيقب معاكي وبعد كده بيبقى طري، يعني لازم التخمير. زي ما انت شايفه انا خمرته اهو، سبته لمده مثلا ممكن ياخد معاكي ساعه او اقل على حسب طبعا الجو بتاعك. هنا هنجيب صينيه نحط عليها دقيق او نخاله. انا ما عنديش نخاله فانا هعمله على الدقيق. لو عندك نخاله زهره الكون اعمليه، يعني برضو هيأدي نفس الفكره. بس انا بصراحه ما عنديش، وقلت اعمل لكم الفكره العبقريه دي اللي هي انكم تحولي الحله بتاعتك لفرن. شايفين انا هقطع على حسب الرغيف اللي انا عايزاه. انت عايزاه كبير عايزاه صغير على قد الحلة بتاعتك برضو مفيش اي مشكلة. التقطيع ده بتاعك انت. معايا هنا ال4 كوبايات جابولي 8 ارغفة، بس بصراحة كان عيش منتهى اللذاذة. انت عايزة تاكلي عيش حلو كده واللي هو بتاع الفلاحين، خلي العيش يخمر معاكي، يعني بعد ما تعجنيه خمريه، هو ده اللي هيديك النتيجة المظبوطة لريحة العيش. بس كده انا بعد ما قطعته لازم تغطيه طبعا عشان وشه ما ينشفش منك ولا يقشف. هنا هنشتغل على الرخامة بتاعتنا على طول. هتفردي بايدك بمردانة زي ما انت عايزة. رشي شوية دقيق قليلين كده، ما تكتريش زي ما انا كترت كده، يعني على حسب ايدك ما تلمسوش يعني. وبالمردانة مشي يمين وشمال، وبعد كده سويه بايدك حسي بالرغيف بتاعك، يعني المكان العالي من الواطي وساويه بعض وخليه قد بعض عشان يقب معاكي. كله هنفرده زي ما انت شايفة كده، وهحطهم على الرخامة جنبي. رشي تحتهم شوية دقيق صغيرين برضو وافرديهم. وهفرد واحد تاني معاكم اهو. ما تكتروش دقيق على وشه عشان يبقى لامع معاكي كده. انا الدقيق ده كله هو هيشربه عشان انا هغطيه. بس كده يا زهرة الكون، يا رب الفكرة تكون تعجبك. واستني هقولك على طريقة التسوية الصح برضو في الفرن بتاعنا النهاردة. جبتلك فرن من غير فرن، حاجة ببلاش كده. نفسك تعملي عيش بلدي يعني نفسك تاكليه ومش عارفة تعمليه، هو ده العيش البلدي بتاعنا زي ما انت شايفة كده. انا هفردهم كلهم واحطهم على الرخامة واغطيهم هنا هنسيبهم من مدة نص ساعة، يعني يدوب على ما تغسلي ايديك وتغسلي المواعين بتاعتك والكلام ده كله. وبعد كده تشغلي الفرن بتاعك على طول. بس كده تمام. انا خلصتهم كلهم فرد،
هنجيب الفرن بتاعنا، الحلة بتاعتنا زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. هنا تحطيها على نار متوسطة وتغطيها تسيبيها تسخن كأنك بتسخني فرن بالظبط. وامسكي لما تاجي تحطي الرغيف في الحلة بتاعتك، امسكيه كويس بين ايديك وما تخليش صوابعك يعني تحاولي ما تخليش الصوابع تلمسه، يعني عشان ما يتفتحش معاكي، لان لو اتفتح معاكي عمره ما هيقب معاكي. هنا لازم تقلبيه، يعني حطيتيه ثانيتين اقلبيه على طول. وبنشف وشه الناحية اللي هي فوق دي، قلبته انا مرة والتانية اهي، بس كده بيقب على طول. لكن ما تسيبهوش تقولي هو هنحطه كده مرة واحدة وان هو يقب معاكي، مش هيقب، لان اصلا الوش بتاعه لين. لكن لما تقلبيه دقيقة واحدة، اقل من دقيقة برضو، تاجي تعدليه هو بيقب معاكي. وبعد كده اقلبي واعدلي فيه لغاية ما يستوي. والنار تكون متوسطة زي ما انت شايفة كده زهرة الكون. بصوا تابعوا معايا الرغيف اللي بعده. انا بشيل طبعا لو في اي دقيق او ردة، وبسخن برضو الحلة تاني عشان تحطيه يقب معاكي على طول. بصوا انا مجرد ما حطيته هفتح على طول تاني ثواني. شايفين مالكمش دعوة بالبقبيق دي، اقلبي على طول اقلبي. بصي لازم ندي وشه نشمع وشه عشان يقب معانا، واعدليه تاني. بصوا اهو على طول كده، بس كده غطيه وسيبيه بقى. شوفي بيقب معاكي شوية بشوية زي ما انت شايفة. مفيش رغيف منك ان شاء الله مش هيقب. بس اهم حاجة بعد ما تفرديه سيبيه نص ساعة كده يريح شوية عشان ياخد ويدي مع نفسه. وهتلاقي القشرة تحت زي فوق، مش هتلاقي حتة تخينة وحتة خفيفة. اتبعي بس انت الخطوات اللي انا قلتلك عليها وهتعملي احلى عيش بلدي. شايفين؟ بصراحة اختراع عبقرية، فكرة عبقرية بصراحة. بصراحة انا من كتر ما انا عملتها اللي هي في القرص اللي هي البكاكين عجبتني خالص. قلت ليه ما اعملش عيش بلدي؟ فبصراحة طلع معايا تحفة وكله قابب وهتشوفيه معايا. طبعا الدقيق ده كله احنا بنجيب قماشة نظيفة وبنشيله، يعني ما بنخليش حاجة في وشه. بتمسكيه كده كله تنفضيه من الدقيق بتاعي بقماشة كده وبيبقى زي الفل. هنا هفتح سكينة عشان يبقى زي السندوتشات، بدل ما انا يعني افتحه لكم كده مرة واحدة. بصوا كله هتلاقوه بالشكل ده، بس اهم حاجة تتبع الخطوات صح، والعجينة تبقى مظبوطة برضو. ما تبقاش مثلا ملزقة قوي، عشان تعرفي تفرديه وتعرفي تشيليه. ولما تاجي تشيليه وتحطيه في الفرن بتاعنا او الحلة، شيليه بين ايديك الاتنين عشان صوابعك ما تاجيش فيه ويتفتح معاكي. بصوا شايفينه تحفة وخفيف كده، حاجة خفيفة. هو دي الغلة بصراحة بيبقى معانا تحفة يعني بصراحة. شايفين هو عشان دي غلة لونه مايل للصفار شوية. احلى عيش والله هتعملوه بايديكم القمر ان شاء الله زي ما انت عايزة. وممكن تعمليه طبعا وتتسحري بيه تفطري بيه زي ما انت عايزة. يا رب اكون فدتكم باي معلومة. ومع السلامة، وصلوا على النبي في الكومنتات. ومع السلامة.